زي ما انتوا شايفين دلوقتي احنا هنعمل حاجة كده سريعة من غير اي خزعبلات وافتكاسات وبيض ولبن وكده، لا بس هتطلع حلوة جدا. زي ما انتوا شايفين انا حطيت كوباية دقيق ابيض، وحطيت كوباية دقيق ذرة زي ما انتوا شايفين كده. تمام. بعد كده هحط المكون التاني بتاعي، عبارة عن ايه؟ عارفين الكربوناتو اللي هي بتتحط لعجينة الفلافل؟ هي دي. هبتدي احط كده زي ما انتوا شايفين جزء كده، ممكن احط حبة كمان من الكربوناتو مش البيكنج باودر. زي ما بقول لكم كده حاجة ايه بسيطة جدا، مش هحط اي حاجة تانية غير اللي انا حطيته، حاجة كده ايه بسيطة. ماشي معايا كمان يعني. بصوا زي ما انتوا شايفين معلقتين كده من الزبادي موجودين عندي في العلبة هنحطهم. تمام. هنجيب طبعا كوباية كوباية مية، زي ما انتوا شايفين حطينا كوباية الدقيق الابيض وكوباية من الدقيق الذرة، وحطيت زي ما انتوا شايفين معلقتين زبادي ونص بيكنج باودر. حاجة سريع كده وجميل جدا. هحط قد ربع كوباية من الزيت، مش هكتر، هو ربع كوباية. وزي ما انتوا شايفين كده طبعا، وانا في اثناء ما انا بقلب كده انا جبت نص كوباية مية وحطيت عليها 4 معالق سكر. عايزين تزودوا السكر مفيش اي مشكلة. تمام. ادي السكر اهوت انا مدوباه في المية. هننزل كل الكمية. بصوا مقاديرها هي دي فقط لا غير، ولا بيض ولا سمنة ولا لبن ولا اي حاجة. تطلع بقى حاجة مع الشاي كده بتتاكل جميلة جدا، سهلة وبسيطة ومن غير تعقيدات ومش مكلفة، وبالمعلقة، كله بالمعلقة، خدتش مننا وقت. وكمان هنسويها فين هنشوف دلوقتي. خلاص كده احنا خلصنا. زي ما انتوا شايفين انا جبت الحلة بتاعت الاير فراير وهبتدي انزل الخليط فيها. كل الكمية دي كلها هنزلها. طبعا دهنتها بالمادة الدهنية عشان ما تلزقش. بصوا هي العجينة ولا سايلة ولا طحينة. زي ما انتوا شايفين هنزل كل الكمية. زي ما انتوا شايفين لازم نحط كده السكينة لو طلعت ما فيهاش حاجة اهي، هي كده استوت. بصوا ما خدتش بالظبط 10 دقايق بجد، يعني ما خدتش 10 دقايق. انا اهو السكينة ما فيهاش حاجة كده استوت. هقفل عليها دقيقة، وعشان ايه انا عايزاه مقرمشة شوية وهطفي عليها. زي ما انتوا شايفين عملنا الحلى الجميل ده. وطبعا جنب الحلى ده هنشرب طبعا شاي. بصوا لونه وطعمه بقى تحفة تحفة، من غير بيض ولا لبن ولا سمنة. حاجة بسيطة جدا جنب كوباية الشاي كده بالليل. ايه تحفة، مخدتش وقت معانا. بصوا بالظبط في الاير فراير خدتش وقت خالص. شايفين قطعة الهريسة عاملة ازاي. بصوا من غير لبن ولا بيض ولا اي حاجة، حلوة قوي كمان للدايت.
طعمها تحفة بجد بجد، ولونها حاجة كده جميلة جدا ومش مكلفة، مش مكلفة يا جماعة، من لا شيء، مع كوباية الشاي كده حلوة في الفطار، مع الشاي بحليب، دلوقتي في العشاء مع الشاي السادة. وعملناها فين؟ في الاير فراير، مخدتش وقت خالص اهي، الحلة الهوائية منتهى الجمال. طبعا بعيدا بقى طبعا عن البوتاجاز، ولما بنولع الفرن بيسخن المكان كله والجو حر. دي ما خدتش 10 دقايق، حاجة جميلة جدا. اتمنى الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.